بحمل الداخليه المسؤوليه كامله لو حد اتعور او الجيش او الشرطه. بقول النهارده دلوقتي قبل الماتش لان مديريه امن الجيزه عملت انضباط اتوبيسات للاعضاء العاملين والفرق الرياضيه وركبوا الاتوبيس بادب واحترام واتفتشوا. جيت لقيت فوجئت ان شركه اسمها فالكون لا علاقه لا بالمباراه، لا انا متعاقد معاها ولا علاقه لاتحاد الكوره بالمباراه، دخلت البلطجيه الالتراس الممنوعين الارهابيين. لو شمروخ انضرب بحملهم المسؤوليه، لو حد مات بحمل الداخليه المسؤوليه، لان السيد مدير الامن كان واقف مع الواد اسمه احمد شبرا البلطجي المجرم. واقول تاني انا لا اتعاقدت مع فالكون ولا دخلت التراس، احنا دخلناهم باتوبيسات بتذاكر بكارنيهات من جوه النادي. بحمل الداخليه المسؤوليه. بقول اهو لو حد مات او اتعور او شمروخ انضرب او السيسي اتشتم او الشرطه اتشتمت او الجيش اتشتم بحمل الداخليه وفالكون، لان انا ما اعرفش مين فالكون ده بصراحه. انا اعرف ان في وزاره الداخليه. مين اللي دخل البلطجيه دول؟ فالكون. مين فالكون؟ انا مش متعاقد معاه. وده ماتش ملوش علاقه باتحاد الكوره ولا وزير الشباب. بقول اهو قبل الماتش ما يبدا الساعه 8 بحملهم المسؤوليه كامله، لانهم بداوا بقله الادب، بداوا بالتجرمه، بداوا بالشتيمه، بداوا بيشتموا الجيش والشرطه دلوقتي. فانا بحمل مسؤوليه قبل الماتش بنص ساعه، وفريقي مش هينزل الملعب الا ما اعرف مين اللي دخل فالكون. مين فالكون؟ ما اعرفش شركه اسمها فالكون، انا مش متعاقد معاها. انا اعرف داخليه، اعرف ان وزير الداخليه مديريه امن الجيزه وقفت فتشت، الامن بتاعنا فتش، الناس ركبت الاتوبيسات مفيش شمروخ واحد. اللي موجودين دول المدرج ده كله بلطجيه، مش هتحمل المسؤوليه، مش هشيل شده دفاع جوي تاني. انا بقول الكلام ده الساعه 8 قبل الماتش بنص ساعه، كلامي واضح. بحمل الكل المسؤوليه. وزير الداخليه له كل احترام وتقدير، مديريه امن القاهره، مديريه امن الجيزه عملت اللي عليها. فتشت 1000 اتوبيسات، انا جيت لقيت فالكون مدخل 4000-5000 واحد من غير تذاكر. مين فالكون؟ مين دول؟ انا ما اعرفش. فانا بقول اهو كلامي واضح قبل الماتش بنص ساعه. اي مصيبه هتحصل او شمروخ هندرب او رئيس الجمهوريه هيتشتم او الجيش او الشرطه او هيكسروا كرسي، بقول اللي يتحمل المسؤوليه اللي دخلهم فالكون والشرطه كانت بتتفرج وهم داخلين. شكرا. قبل ما